الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فسائل يسأل عن حكم الاستشفاء بماء المطر. ماء المطر ما جاء حديث أو نص صريح في أنه شفاء، لكنه ماء مبارك وماء طهور. الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك وهو رحمة. قال عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا. هذه نصوص عظيمة في فضل ماء المطر. وثبت في صحيح مسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كشف بعض بدنه له، يعني يكشف عن ذراعه، يحسر عن رأسه. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: لم تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه، خلقه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يصيب الماء بدنه. ولما استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر ما نزل حتى تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه كلها نصوص تدل على جواز التبرك بماء المطر وأن فيه بركة. وجاء عن بعض السلف أنه يستشفي بماء المطر. ورد عن علي وعن غيره من الصحابة أنه أوصى من أصيب بمرض أن يأخذ من ماء المطر ويقرأ عليه ويشرب منه ويغتسل. فلا شك أن فيه بركة وفيه خير للمسلم.